سنتابع بالمنتظر تنافس قوي على مستوى وسط الميدان، لان كل منتخب سيسعى لكل سباق بالكره من اجل استثمارها والتحول بسرعه نحو الهجوم. نتمنوا كل توفيق للعناصر الوطنيه والمنتخب الوطني المغربي والعناصر اللي دخلت انها تقدم مستوى جيد. اذا امامنا الحكم هشام الزكراني، الحكم الفرنسي اللي غيعطي انطلاقه ديال هذه المواجهه والكره لفائده المنتخب الوطني المغربي. اول لمسه لعيسى ديوب كيلعب كره طويله في الوسط الراس. هذه محاوله لشمس الدين الطالبي، شمس الدين الطالبي يرفع الكره، محاوله فرصه، تدخل الحارس جيل اورلاندو. اول محاوله ممتاز شمس الدين الطالبي، لاحظوا المراوغه ثم التمريره بيد المنتخب الوطني المغربي صاحب الخبره صاحب التجربه. هذه محاولة من جهة اليسرى لفائدة العناصر الوطنية، إمكانية التمرير من شمس الدين الطالبي، تدخل وتغطية حاضرة. دييغو غوميز هو اللي استرجع الكرة، دييغو غوميز. تمريرات تقصيرة من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، كيحاولوا انه يخرجوا اللاعبين ديال المنتخب باراغواي من الأماكن ديالهم خصوصا على مستوى الدفاع. ترجع الكرة من عمر الديريتي، كنعرفوا الكره ديال امريكا الجنوبيه الاعتماد على السرعه، الاعتماد على التقنيات، وكذلك خصوصا التسديدات للمرمى. بلال الخنوس يعيد الكره مره اخرى لنائل العناوي، كره على مستوى الجهه اليمنى. ياسين جسيم، امكانيه المراوغه والتمرير داخل مستطيل العمليات، فضل انه يمرر ياسين جسيم حتى الكره. دي محاوله بحث امكانيه المراوغه، تدخل. اعتقد كان هناك خطا، خصوصا الحكم المساعد، الحكم المساعد على الخطا بالفعل لفائده من محاوله فرصه، لكن تسديده ديال ياسين جسيم مشات فوق المرمى. اول محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي من تسديده. نتابع من جديد، كان خروج خاطئ ديال الحارس جيل اورلاندو هنا التسديده، لكن ما كانش مؤطره. لاحظوا الخروج ديال جيل اورلاندو، وصلت الكره ياسين جسيم يسدد، لكن الكره مشات عاليه. منتخب الباراغواي خوليو انسيزو، حذري من التمرير، ترفعت الكره في القائم الثاني، محاوله تدخل ياسين بونو، دائما الخطوره مره اخرى ياسين بونو وابعاد الكره من نائل العناوي، دائما الخطوره، تدخل وابعاد الكره. كانت محاوله لفائده منتخب الباراغواي اللي شكلت خطوره على مرمى المنتخب الوطني المغربي، لكن صراحه التالق ديال ياسين بونو في ابعاد الكره وابعاد الخطوره في مناسبتين. سنتابع من جديد هذه المحاوله، انطلاقه ديال خوليو انسيزو اللي انطلق على مستوى الجهه اليسرى، وان كان مضايق من نائل العناوي، تمكن من المراوغه ثم التمرير في القائم الثاني. وهنا الخطوره، تسديده، تدخل ممتاز ميكيل الميرون، لكن تغطيه كانت حاضره من طرف بلال الخنوس. اشرف حكيمي تمريره، لكن كانت بعيده حتى على ياسين جسيم على مستوى الجهه اليمنى. ياسين بونو. سنتابع من جديد، بالفعل كان هناك وضعيه تسلل، تلعبت الكره دائريه راسيه لخوليو انسيزو، هو اللي لبس الكره الاخيره تعود من العميد غوستافو غوميز. داميان بوباديا على مستوى الجهه اليسرى، جونيور الونسو راسيه، لكن تغطيه حاضره على صلاح الدين. اشرف حكيمي في الوقت الحكم المساعد رفع الرايه، الحكم المساعد. مشات كره على مستوى الجهه اليسرى، هذه محاوله، لكن يعني اشرف حكيمي طلب الكره داخل مستطيل العمليات. كانت تمريره بلال تمريره من برايان اوخيدا. هذه محاوله لفائده منتخب الباراغواي، حذري من هذه المحاوله، تدخل، ما كانش هناك خطا في الوقت اللي الحكم يمنع خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. كان تدخل امام رضوان حلحال في الكره الاخيره. تحركات ديال غابرييل افالوس اللي كيحاول يلقى الحلول، والى جانبه سفيان رحيمي. ترجع الكره من انس صلاح الدين من جديد. سفيان رحيمي اللي كيحاول يخرج من الرقابه اللي مضروب عليه من طرف المدافعين، وانه يلقى حلول. عيسى ديوب لعب كره في الجهه اليمنى، ياسين جسيم انطلاقه ديال اشرف حكيمي، ولكن كيرجع الكره من جديد للخلف مره اخرى عند عيسى ديوب. محاوله اخراج لاعبي منتخب الباراغواي من الاماكن ديالهم، وكذلك من هذا التقوقع الدفاعي. رضوان حلحال اعتماد على الكرات الطويله على مستوى الجهه اليمنى، لكن الكره بعيده على اشرف حكيمي. تمريره من داميان بوباديا على مستوى الجهه اليسرى، خوليو انسيزو
خوليو انسيزو، العوده ديال اشرف حكيمي، تدخل ديال اشرف حكيمي والحكم يولد خطا، يمنع خطا لمنتخب الباراغواي. تدخل ديال سيري صعود عمر الديريتي، الرأسية، تدخل إبعاد الكرة من بلال خنوس، تدخل أشرف حكيمي. المنتخب الوطني المغربي ومنتخب الباراغواي، عزت ديوب، أشرف حكيمي في الوسط، تمريره من سمير المرابط، انطلاقه ديال اكيد سفيان الرحيمي وكذلك اشرف حكيمي على مستوى الجهه اليمنى، لكن الكره اقرب للحارس جيل اورلاندو. لاعبين المغاربه كذلك اللي كان عندهم حضور قوي. تمريره طويله من عمر الديريتي داخل مستطيل العمليات، كره من راس حذاري من هذه المحاوله، لحسن الحظ بان العوده ديال نائل العناوي في الوقت اللي ديغو غوميز كان يعني يحضر للتسديد. سنتابع من جديد هذه المحاوله، لعبت كره طويله من راس التحضير، ثم ديغو غوميز اللي يحاول يسدد الكره. لاحظوا كذلك ارتقاء ديال رضوان حلحل في الكره الاخيره. الديريتي الحكم كيمنع خطا بالفعل، كان تدخل ديال جابرييل افالوس امامنا. للعوده ديال كذلك لاعب خوليو انسيزو على مستوى الجهه اليسرى. طالبي تدخل والكره في الشرط، تدخل خوان سيسيريس في الكره الاخيره على مستوى المساحات وعلى مستوى الانطلاقات والممرات. سفيان الرحيمي محاوله المراوغه، تدخل، استرجاع الكره بشكل ممتاز. سفيان الرحيمي يعمل رحيمي داخل مستطيل العمليه. سفيان الرحيمي البحث كان تسديده وتدخل الحارس، تدخل الحارس جيل اورلاندو، مجهود كبير اللي بدلو سفيان الرحيمي. لاحظوا استرجاع الكره من ياسين جسيم. الرحيمي داخل مستطيل العمليه، تمكن من المراوغه، يسدد يعني في الزاويه كانت مغلقه شيئا ما، وهذا هو اللي سهل مأموري على الحارس جيل اورلاندو الذي يتدخل. ممتازه في الجهه اليمنى لفائده المنتخب الوطني المغربي. محاوله امكانيه التمرير بالفعل، البحث عن عرضيه من اشرف حكيمي، بلال خنوس، بدايه قويه للعناصر الوطنيه، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره عرضيه من الجهه اليمنى من اشرف حكيمي، وبلال خنوس ينهيها بافضل طريقه وبتسديده في مرمى الحارس جيل اورلاندو. افضل بدايه للمنتخب الوطني المغربي، فرحه كبيره الجماهير المغربيه الحاضره وكذلك العناصر الوطنيه والناخب الوطني محمد وهبي. نتابع من جديد تمريره من اشرف حكيمي وبلال خنوس. بلال خنوس استرجع اللاعب ديغو غوميز، كيمرر خطوره لمنتخب الباراغواي، لانه غادي نتابعوا رده فعل ديال منتخب باراغواي. توصل الكره لداميان بوباديا، لكن الكره بعيده، كره بعيده، لكن التغطيه حاضره. ترجع الكره لميغيل الميرون، ترجع كره ممتاز لاعب رضوان حلحال، ما كاينش هناك خطا. هذه محاوله بلال خنوس غادي يعمل خنوس امام ممتاز ديال اللاعبين، يمرر داخل مستطيل العمليات، لكن كانت طويله شيئا ما على اللاعب والمهاجم سفيان الرحيمي. لعب الكره عند براين اوخيدا، تغطيه ممتازه، استرجاع كره، مرتد هجومي الان لفائده المنتخب الوطني المغربي. انطلاقه امكانيه تمرير ياسين جاسي مره اخرى، الله 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 الله، نائل العناوي في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره ممتازه يمكن نقول يعني بنفس الطريقه تمريره اشرف حكيمي، هذه المره نائل العناوي في المكان المناسب كيوضع الكره في شباك الحارس جيل اورلاندو. وهدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي، فرحه كبيره جماهير المغربيه بهدف ثاني لفائده العناصر الوطنيه. لاحظوا المرتد هجومي سريع، ياسين جسيم وضع الكره امام اشرف حكيمي، يعني بنفس الطريقه بنفس الشكل ديال الهدف الاول، جسيمي لاشرف حكيمي، لكن هذه المره العناوي هو اللي وضع الكره في الشباك بهذه الطريقه وبهذه اكيد الصوره. لاحظوا الختم ممتاز من نائل العناوي. من جديد تحرك ديال ياسين جسيم، الكره خرجت بالفعل، الكره خرجت، غادرت ارضيه الملعب وشرط بدايه المنتخب. سفيان الرحيمي استرجاع الكره بشكل ممتاز، انطلاقه ديال سفيان الرحيمي شنو يعمل؟ رحيمي يمرر وابعاد الكره من طرف خوان باني. محاوله وسط اللاعب خوليو انسيزو وياسين بونو في المكان المناسب.
كيتمكن على مستوى جنوبنا الى جانب اشرف حكيمي. ياسين يا جاسم بامكانه المرور عند اشرف او ياسين غادي يبحث على امكانيه تسديده وتدخل الحارس تيرو اورلاندو. ياسين جاسم اللي قاد هذا المرتدى الهجومي السريع. لاحظ الحارس الافريقي كان هو الحارس الكاميروني جاك سونغو. على اي نعود للمنتخب الوطني المغربي ولي جاسم حاول انه يراوغ التدخل ديال الدفاع تاعو لفائده المنتخب الباراغواي. انطلاقات ديال بلال الخنوس. اشرف حكيمي تغيير اتجاه الكره بشكل ممتاز من طرف سمير المرابط على مستوى جنوبنا. ياسين جاسم بناء هجومي ترفعات الكره تدخل الدفاع الاكيد ديال الباراغواي اللي كيبعد الكره يبعد الخطوره. ممتاز انس صلاح الدين لكن سيرجع الكره حذر من هذا المرتدى السريع لفائده منتخب الباراغواي على مستوى الجهه اليسرى. انطلاقه ديال ميغيل البيرون تسديده وتدخل لعيسى ديوب. ميغيل البيرون بحث بلال الخنوس. ياسين جاسم او اشرف حكيمي اللي جاسم على مستوى الجبنه. انطلاقه ديال ياسين جاسم شو غادي يعمل البحث عن امكانيه التوغل. تسديده قويه مرات جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس تيرو اورلاندو. ممتاز ياسين جاسم انطلاقاته تحركاته سرعته وتقنيته اكيد كتفتح له المجال انه يخلق متاعب بالنسبه للدفاع ديال المنتخب الباراغواي. غادي يتطلب يعني بذل مجهودات اكبر لضمان سواء رسميه سواء ما كان بالمنتخب المغربي. محاوله كانت خطيره تسديده تقيد بواسطه اللاعب ميغيل البيرون. ابراهيم دياز استرجعوا الكره اللاعبين ديال المنتخب الباراغواي. خطيره هذه المحاوله تسديده بواسطه خوليو انسيجو. دخول الحارس ياسين بونو لازم اخراج الكره من هذه المناطق. لاحظوا استرجاع الكره من طرف لاعب خوليو انسيجو. تدخل ممتاز ديال الحارس ياسين بونو في المكان المناسب يبعد الكره ويبعد الخطوره. لاحظوا التدخل واللي كيقدم مستويات عاليه مع فريقه اولمبياكوس. رضوان حلحال محتفظ بالكره. تمريره عند اللاعب شمس الدين طالبي. استرجعوا الكره اللاعبين ديال المنتخب الباراغواي. دييغو غوميز تمريره خطيره تدخل وابعاد الكره من طرف لاعب زكريا وحدي. محاوله كان بامكانها تعطي هدف لفائده منتخب الباراغواي. كان خروج ديال الحارس ياسين بونو ما كانش خروج موفق لكن العوده كانت بطريقه ممتازه من طرف لفائده منتخب الباراغواي. هذه تنفذ من طرف ماوريسيو كيلعب الكره داخل مستطيل العمليات الراسيه. خروج ياسين بونو. حكم كيطلب ان يكون هناك هدوء لانه كان تدخل ديال عمر ديال منتخب الباراغواي. تمريره تغطيه حاضره من ديوب. دائما محاوله وسط اللاعب خوليو انسيزو داخل مستطيل العمليات. البحث دائما عن امكانيه التسديد لان دول الحلول يمكن يبحث على منتخب الباراغواي هو التسديد من خارج مستطيل العمليات. منتخبات امريكا اللاتينيه يعني لاعبيها اكيد اللي ماوريسيو ماغارايس على مستوى الجهه اليمنى تمكن من وصول كره لاعب دييغو غوميز والحكم المساعد كيقول شرط لفائده منتخب الباراغواي. كان تدخل ديال رضوان حاضره. بلال الخنوس ما تمكنش من التمرير العرضيه والتغطيه حاضره. رضوان حلحان يبعد الكره للركنيه. كانت تمريره من الجهه محاوله تدخل ياسين بونو في المكان المناسب كيتمكن من التدخل. لاحظوا التفتات الركنيه ارتقاء ديال العميد غوستافو غوميز فوق الجميع لكن تمريره داخل مستطيل العمليات والتغطيه حاضره من طرف رضوان حلحال. تمريره طويله تدخل وشرط فداء منتخب الباراغواي. هذه محاولة حكم كيبان خطأ. رفعت الكرة داخل مستطيل العمليات الرأسية والهدف هدف أول لفائدة منتخب الباراغواي بواسطة عمر الديريتي.
من كره ثابته، وهذا هو اللي كانوا كيبحثوا عليه لاعبين ديال منتخب الباراغواي، انه محاوله استثمار الكرات الثابته. عمر ارديريتي نتابعوا من جديد، هل كان هناك وضعيه تسلل؟ سنتابع. الرأسية كانت ديال عصام ديوب اللي حاول انه يبعد الكره. تمريره لاحظوا في صالح المنتخب الوطني المغربي. اذا وضعيه تسلل والغاء الهدف، وضعيه تسلل راس. تمريره محاوله انطلاقه ديال اخوان كاسيريس من جديد. اخوان كاسيريس رفع الكره في القائمه الثاني، خطيره وهدف اول. هدف اول لفائده منتخب الباراغواي، هدف اول اعتقد بواسطه اللاعب كابايرو. كانت تمريره من اخوان كاسيريس. نتابع من جديد، لعبات بهذا الشكل. هنا كانت تمريره من اخوان كاسيريس، رجعت الكره من جديد، رفع الكره في القائمه.